هلا والله متابعيني، ربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه والعافيه. اليوم انا وين جايبكم على مطعم مندي حضرموت، وبصراحه انا كلش تفاجئت. مطعم مندي حضرموت مو بس يجهز اكلات المندي، يجهز اكلات شرقيه وغربيه، فتعالوا سوا خلينا نتعرف عليهن ونجربهن انا وياكم سوا. يلا. من الداخل المطعم يتكون من طابقين، هذا الطابق هو خاص للشباب والطابق الثاني خاص للعوائل وبمكانات خاصه للشباب. تعالوا خلينا نشوف. شوفوا لي الطابق الثاني، احلى شيء بالطابق الثاني بهاي القعدات على الطاوله وبقعدات العربيه وبأحلى مكان. هذا المكان اللي هو مطلع على محافظة كركوك. تعالوا نقعد هناك. دا تشوفوا لي هاي الطلبية اللي طلبتها، تعالوا سوا خلينا نتعرف عليهن واحدة واحدة. تعالوا وياي. أكيد هنا طلبنا البيتزا، وهذا هنا طلبنا كارزو، وهنا طلبنا صاج، وهنا طلبنا المعرف لا يعرف، انتوا اكتبوها شنية. وهنايا طلبت العشق الما ينمل المشاوي. وأول ما راح نبلش بالبيتزا. شوفوا لي إياها، تشوفون اللحم اللي عليها والفطر والشغلات. يا حبيبي خلينا نقول بسم الله. الطعم مالتها خرافي لان لحمها عراقي. وانا وياكم راح نجرب كارزو. نفتحها شوفوا لي اياها شلونها، شوفوا لي اياها، شوف. خلينا نقول بسم الله. يا جماعه طعم الكارزو طعم غريب وكلش طيب بصراحه. والاسم مالتها انتظر تكتبونه بالتعليقات. خلينا نجرب ونقول بسم الله. الطعم مالتها والله كلش طيب، وانتظر اسمها بالتعليقات. راح نخلي الصوص على الصاج. يا حبيبي خلينا نقول بسم الله. مقرمش، طعم مالته ياخذ العقل. صراحه عندي سؤال لكم، الكباب ليش كلش يحب السماق؟ انا احسه كلش يحبه. فنشيل هذا الشيش الكباب ما شاء الله. شوفوا لي اياه، يعني اذا تجي يمهم لا تحير انه عبالك عندهم بس مندي، لا عندهم كل الاكلات. بسم الله. احب السماق يصير بحموضه. تكة الدجاج هي من قاحة متبله، بس انا احب احط لها ليمون واحمضها زايد. خلينا نقول بسم الله ونذوق الطعم مالتها. شلون عليها تتبيله. بعد ما اكلنا والاكل مالتهم كلش كان طيب وممتاز. احلى شيء بيهم يجيبوا لك غوري شاي ويجيبوا لك المحلبي. بعد ما راح اكل المحلبي واشرب الشاي راح ادليكم حضرموت. العنوان مالتك ابد ما يتيه، محافظه كركوك، شارع المحافظه، مقابل فندق بلازا.